السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين غيتا. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله هي لاباط بغيزي اولا العجينه المكسره. كتجي شيشه مقرمشه في نفس الوقت. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير، تابعوا الفيديو حتى الاخير. نبداو المقادير بسم الله على بركه الله. فدائما بالنسبه للعجينه المكسره اولا لاباط بغيزي كنحتاجو دائما بحال دابا درنا كميه ديال الزبده، كنديروا الضعف ديالها ديال الدقيق. بحال انا اليوم هنا درت 220 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات مع واحد القبيصه ديال الملحه، ودرت معاه 110 غرام ديال الزبده اللي كانت بارده من الثلاجه، قطعتها بحال هكذا مربعات صغيره باش تجيني سهله في الخدمه. غادي نحتاج معاها البصل المجفف، واحد نصف ملعقه صغيره ديال البصل المجفف، وهنا عندي 60 غرام ديال الحليب البارد اللي جبدته من الثلاجه ولكن ما درتوش كامل. عندي كذلك غادي نسمها بحبوب الخشخاش وكذلك بحبوب السمسم اولا الزنجلان. فنبقاو مع الطريقه ديال التحضير. هنا غادي ناخذ الدقيق ديالي، غنزيد عليه تقريبا كيف قلت لكم نصف ملعقه صغيره ديال البصل المجفف، فكيبقى اختياري، تقدروا ديروه تقدروا تستغناو عليه، ماشي بالضروره ديروه. هنا قلت لكم عندي 220 غرام ديال الدقيق مع واحد القبيصه صغيره ديال الملحه مع نصف ملعقه صغيره من بودره البصل اولا البصل المجفف. غادي نزيد عليه الزبده ديالي اللي قلت لكم بارده من الثلاجه وقطعتها قطع صغيره باش تجيني سهله نحلها مع الدقيق. فهنا غادي نمشي وغادي نبدا نحاول نحل الزبده مع الدقيق كيف كتشوفوا هنا في الفيديو. هذه هي الطريقه. صافي هنا كيف كتشوفوا تقريبا راه حليت الزبده والدقيق مزيان، كنحلهم بحال الشكل ديال الكرامبل الى ديجا شفتوا الفيديو اللي سبق ديال الميفين، بحال هذاك الشكل كنديرو تماما حتى كندخلو مزيان الدقيق في الزبده بحال هذا الشكل هذا. عاده كنزيدو الحليب باش نجمعو الخليط. فشوفوا البنات الطريقه مزيان. فمني كتبعوا هاد الطريقه هذه كتجيكم لاباط بغيزي ديالكم هشيشه وفي نفس الوقت كتجي فيها واحد التقرميشه اللي كتكون زوينه. انا هنا كنحاول نزرب الفيديو باش ما نطولهاش عليكم. فكيف كتشوفوا كتولي لينا على هذا الشكل هذا الزبده مع الدقيق وداك شويه ديال الملحه ونصف ملعقه صغيره ديال البصل المجفف. كنخدموهم بحال هاد الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد الخليط كيف قلت لكم بحال الكرامبل. فدابا غادي نزيد واحد الكميه ديال الحليب، زدت شويه صافي هو اللي قدني تقريبا. هنايا عندي هنا 60 غرام اولا 60 مليلتر ديال الحليب البارد، فدرت منه تقريبا ما بين 45 حتى 50 غرام ديال الحليب هي اللي كفاتني باش جمعت هاد لاباط بغيزي اولا العجين المكسر ديالي. فهنا فقط كنجمعو بطرف الاصابع، ماشي كندلكو العجينه، غير كنجمعوها بطرف الاصابع، حيت الا دلكناها صافي غادي تخسر ما غاديش تبقى زوينه. في هنا كي قلت لكم راه ما درتش 60 مليلتر كامله ديال الحليب، ففقط كفاتني ما بين 45 حتى ل 50 مليلتر او غرام ديال الحليب البارد. هنا صافي جمعت العجينه ديالي وغادي نحاول نديرها في بلان دو طرافاي ونجمعها مزيان، ماشي ندلكها، فقط كنجمعها وصافي باش نحصل على واحد الكره اللي غادي نديرها في بلاستيك غذائي. غنلفها مزيان في بلاستيك غذائي وغادي نخليها في الثلاجه واحد نص ساعه ترتاح اولا ساعه. المهم هي قد ما ارتاحت قد ما كتجينا مزيان. وهنا الحليب كي تشوفوا بقى لي فيه هاد شويه هذا. بعد ما خليت العجينه تاعتي انا ارتاحت درتها في الصباح وخدمت بها في العشيه. غادي نحيدها من الفيلم اليمونتير وغادي نديرها بين زوج ورقات ديال الطبخ وغادي نحاول نحلها بالمدلك
صافي هنايا كنحاول نحلها مزيان، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه جهد وصافي بحال هكذا. كيف كتشوفوا راه باين مزيان في الصوره كيفاش. دابا خديت حبوب اولا بذور الخشخاش اولا البافو، غادي نرشو على السطح ولا الوجه ديال العجين ديالي اللي طلقت. ثم غادي ناخذ كذلك السمسم، تقدروا ديروا اي نوع ديال الزرارع عندكم في الدار، زريعه بحال دابا الا غديروا الزريعه ديال القرعه اولا الزريعه ديال نوار الشمس، كدوزوهم واحد شويه في الطحانه غير تهرمشوهم وديروهم فوق منهم. صافي هنا كنرد ورق الطبخ وكنحاول نضغط غير بشويه، ماشي بالجهد، غير بشويه، غير باش نثبت هذوك الزرارع اللي درت وصافي. صافي هنايا غادي ناخذ ليمول ديالي. انا عندي هاد ليمول صغيورين ديال السيليكون، وكذلك غادي ندير حتى في هذاك ليمول اللي كنديروا فيهم الميفين، حتى هو غندير فيه، ماشي مشكل اي مول عندكم غديروا. فانا هنا خديت واحد القطاعه، بما انه ما عنديش قطاعه على قد المول فخديت غير الكاس هو باش قطعت. صافي هنا غادي نقطع دوائر اللي غادي تجيني في مع هاد ليمول قد. صافي غادي نحاول نبدا نهز هكذا بشويه. فملي كنديروا دائما هاد ورق الطبخ وكان نسرحوا عليه العجينه كيجينا ساهل باش نهزوها من بعد، وكنتفاداو اننا نديروا الدقيق وكتزاد كميه ديال الدقيق في العجين وكيجينا قاصح وما كيجيش هو هذاك. كيف كتشوفوا صافي هنا غادي نلبس المول ديالي بالعجين بحال هكذا. كتجي طريقه سهله ملي كنقطعوا العجين هكذا وكنلبسوه بالمول. صافي كنحاولوا غير نضغطوا باش العجين يجينا قد مع المول، ما يجيش وافي وما يجيش ناقص. صافي هنا كذلك غندير معكم وحده اخرى. على هاد الشكل دابا حتى منين كتشط لكم ولا كتكون عندكم واحد شويه ديال الزياده خارجه على المول فسهله، كتاخذوا غير واحد السكين وكتقطعوها باش يجيو هذوك الحواف كيكونوا مقادين وزوينين بحال هكذا. انايا هنا شاط ليا واحد شويه تاع العجين من هاد الجهه هادي، غادي نقطعها بالموس وكتجي مزيانه. صافي هنايا غادي نكمل العجين ديالي كامل. فتقريبا هذا العجين هذا خرج ليا 10 على 12 يعني 22 حبه ديال الكيش. انا هنا درت بهم كيش، غادي نوريكم دغيا طريقتي اللي درت. فدرت طريقه اللي مزروبه شي شويه، ما درتش شي حاجه اللي صعيبه. صافي هنا غادي كما قلت لكم غادي نكمل العجين ديالي وغادي ندوز نوريكم لاباغايا كيشه شنو درت فيها. باغايا كيشه البنات هنايا عندي غير شويه، عندي دي ميني كيش وعندي غير شويه، يعني ما غاديش نحتاج بزاف. عندي تقريبا كاس ديال العنبه عامر ديال الحليب، تقدروا ديروا نص حليب ونص كريم فريش ديال الطهي. عندي كذلك 2 بيضات وعندي الفرماج مبشور مليحه والابزار. وهنا نسيت ما قلتش لكم معلقه ديال الدقيق ديال الفورص، معلقه كبيره عامره. هذيك المعلقه اللي كنديروا ديال الدقيق هي اللي ما كتخليش الكيش ديالنا يجي فازق، كيجي زوين، ما كتجيناش ديك لاباغايا كيش فازقه من الداخل. صافي هنايا الحليب هرست عليه هذوك 2 بيضات
وكذلك الملح والبزار راني درتهم. وغادي ناخد الميكسور، غناخد هنا الميكسور بلونجون. كي قلت لكم راني زدت هنا معلقه ديال الدقيق ديال الفرص كبيره، ونسيت ما تصوراتش. هنا غادي نميكسي مزيان. والحشوه خديت شحرت شويه ديال لي زيبينار، غير شويه لانه عندي كميه قليله ما عنديش كثيره. خديت غير شويه ديال لي زيبينار، شحرتهم مع شويه ديال الزبده وشويه قريصه ديال الملح وشويه ديال البزار، حيت ديجا لي زيبينار كيكونوا مالحين. ذلك خديت المهم لاباغي كيش تاعي كتكون على هذا الشكل هذا. وخديت كذلك الغامبا حيت ما عنديش كروفيت. المهم خديت الغامبا نقيتها وشحرتها حتى مع شويه ديال الزبده وشويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار، وحاولت انني نقطعها طريفات صغيورين ولا نفتتها. صافي هنا غادي نحاول نتقب هاد العجين المكسر ديالي. غادي نتقبو هكذا بهاد العود خشبي ولا بشي فرشات، وغادي نبدا ندير فيه الحشوه. كيف قلت لكم الحشوه كتبقى على حساب كل واحد اشنو كيدير فيها. فانا درت هنا الكروفيت، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا ديروا الكفته، الكالامار، اللي بغيتو. غير ملي كنكونوا دايرين الكالامار ولا الكروفيت ولا المهم النكهه ديال الحوت، كنزيدوا واحد القريصه ديال الكوزه مع لاباغيا كيش مع البيض والحليب والدقيق. صافي هنا كنحاول نفتت هذيك الكامبا ديالي وسط من لي مول بحال هكذا. فإلا لاحظتوا البنات انايا لي زيبينار درتهم شويه، درتهم مع لاباغاي كيش ودوزتهم شي شويه بالميكسور، غير واحد جوج ضربات بالميكسور. علاش؟ حيت ولادي الا تلقاو لي زيبينار هكذاك صحاح وسط من الكيش ما غاديش ياكلوه، داكشي علاش فضلت انني ندوزو مع لاباغاي كيش. ولكن نتوما الا وليداتكم كياكلوه خليوه غير هكذاك صحيح فوق من الكروفيت ديروه. هنا كندير الطبقه الاولى ديال الفرماج محكوك. تقدروا حتى الا ما عندكمش الفرماج هذا الفرماج احمر تقدروا ديروا غير كيري ولا لافاج كيري، تقطعوا حتى هو طريفات وتحطوه وسط من لي كيش. هنا غادي نبدا ندير لاباغاي كيش ديالي فوق من الحشوه. بالنسبه لاباغاي كيش غادي نعاود لكم البنات، درت كاس عامر ديال الحليب. تقدروا ديروا الى عندكم كريمه الطهي تقدروا ديروا نص حليب ونص كريمه ديال الطهي. درت جوج بيضات ملحه والبزار، وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق ديال الفرص وطحنتهم كاملين. صافي هنايا غادي نحاول نعمر هاد لي كيش ديالي بهاد الحليب والبيض، يعني بلا باغايا كيش. فانا هنا الا لاحظتوا راه العجين ديالي كان باقي ما طيبش، درت كل شيء وغندخلو بمره يطيب في الفرن. والفرن خاصو يكون ساخن على 180 درجه تقريبا. خداو ليا واحد نص ساعه ديال الطياب. صافي غير كتبان لكم هاد الحشوه ديال الكيش تنفخات في الفران كتعرفوها راه صافي طابت، وكتطفيو لتحت وتشعلوا الفوق وتحمروها من الفوق. هنا كنعاود نزيد من الفوق طبقه اخرى ديال الفرماج محكوك وغندخلهم للفران. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى الوصفه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش جيم وبارطاج مع الاهل والاصدقاء. تعليقاتكم وانتقاداتكم كيف ما كانوا خليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.